السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. فيديو النهارده معلومات جديدة عن زهرة بطلة مسلسل المنظمة، الممثلة التركية الجميلة دينيز بايسل، ومعلومات لم تعرفها من قبل. لو اول مرة تشوف القناة اعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. ولدت دينيز بايسل في مدينة أزمير التركية سنة 1991. أنهت دراستها الابتدائية والثانوية في مدينة أزمير، كما عملت في مسرح بلدية كارجياكا في مدينة أزمير لمدة 10 سنوات. تخرجت من جامعة جلال بيار كلية التجارة العالمية. دينيز بايسل أثناء ممارستها كرة السلة أصيبت أنفها إصابة قوية مما اضطرتها لعمل عملية تجميل في أنفها. أما عن بدايتها في التمثيل، دينيز بايسل التي استفادت كثيرا من عملها في المسرح بدأت مشوارها في التمثيل من خلال المشاركة في الإعلانات التجارية قبل البدء بالتمثيل في المسلسلات. أول خطواتها في التمثيل كانت سنة 2011 من خلال مسلسل المياه العميقة ومسلسل الأغنية التي لا تنتهي. الظهور الحقيقي لها كان من خلال مسلسل عروسات هاري بات، والذي استطاعت من خلاله لفت الأنظار إليها. شاركت سنة 2016 في مسلسل قلب العاصفة الذي تم عرضه على قناة فوكس التركية. أما هذان في مسلسل فاضلة وبناتها. دينيز بايسل شاركت في الموسم الأول من مسلسل فاضلة وبناتها، وشاركت في الموسم الثاني من هذا المسلسل الذي تم عرضه على قناة شو التركية، والذي شارك في بطولته كل من تشالر أردوغان، نيزان كيسال، ألبن أفروز، وإفرا ساريتاج أوغلو. دينيز بايسل جسدت شخصية هازان في هذا المسلسل الذي تم عرضه على قناة ستار التركية. هازان البنت الكبرى للسيدة فاضلة والأخت الكبرى لإيجا التي تتزوج من ناظم أب كل من سينان ويغز، الذي تقع هازان في حبه بعد أن كانت تحب أخيه سينان. أما عن مشاركتها في مسلسل العهد الموسم الثالث، دينيز بايسل شاركت مؤخرا في بطولة الموسم الثالث من مسلسل العهد، حيث جسدت شخصية داريا في مسلسل العهد الذي حقق نجاح كبير في موسميه الأول والثاني، والذي تم عرض حلقاته على قناة ستار التركية. وشارك في بطولته عدد من النجوم مثل تولغا ساريتاش وميريتشي أريل. المسلسل الذي يصنف ضمن مسلسلات الأكشن والذي يبين حياة الجيش التركي والمؤامرات التي تدور حول تركيا، واستطاع من جذب اهتمام المشاهدين له خصوصا في تركيا، حيث حصل المسلسل على نسب مشاهدة عالية جعلت القائمين عليه من عمل جزء تاني وجزء تالت. أما عن مشاركتها في مسلسل الخادمات، فدينيز بايسل شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل الخادمات الذي تم عرضه على قناة كانال جي التركية، وشارك في بطولته كوكبة من النجوم الأتراك مثل الممثل التركي الوسيم سيكشان أوزدمير والممثلة التركية الجميلة إلينا سولوكو. أما عن مشاركتها في مسلسل المنظمة، دينيز بايسل شاركت في بطولة مسلسل المنظمة بدور زهرة، والذي تم عرض حلقاته على قناة URT1 التركية، ويشارك في بطولته إلى جانب تشالر أردوغال كل من زميلها السابق في مسلسل فاضلة وبناتها الممثل التركي الوسيم تشالر أردوغال والممثلة التركية الجميلة إزجي أيوب أوغلو. ودينيز بايسل تجسد شخصية زهرة في هذا المسلسل. أما عن الخلاف بين دينيز بايسل وألبن أفروز، فعلاقة دينيز بايسل وألبن أفروز متوترة جدا. في حقيقة الأمر علاقة كل من ألبن أفروز ودينيز بايسل متوترة في الكواليس بتاعة مسلسل فاضلة، وعكس ما يبدو، وهذا لا يعلمه الكثيرون، وهذا سبب أنهم لم يلتقطوا صور مع بعضهم، كما أنهما لا يتابعان بعضهم على الانستجرام. وسبب هذا الخلاف هي دينيز بايسل نفسها عندما صرحت في إحدى اللقاءات حيث تم سؤالها عن دورها في مسلسل فاضلة وبناتها، وقالوا لها: ألم تترددي في قبول دور فتاة تقع في حب الأخوين معا؟ ففضحت الكاست وفريق العمل، وقالت دينيز بايسل أن السيناريو الأصلي الذي وافقت عليه هو أنها سوف تحب الأخ الأكبر وليس الأصغر، كما أنها أهانت قلب بطريقة غير مباشرة في قولها أنها هي وتشالر أردوغال أبطال المسلسل وليس ألبن أفروز، وكأنها نسيت أن المسلسل اسمه فاضلة وبناتها وليس هازان ويغس، يعني البطلة هي فاضلة بالمركز الأول، علما أنها تتقاضى الأجر الأعلى في المسلسل ومن ثم دينيز وإفرا. وبعدها سألوها: لو كنت مكان رزان من كنت لتختاري، هل كينان أم يغس؟ قالت يغس. ولكن ألبن أفروز رد بعدها في إحدى تغريداته على تويتر حيث يعني بكلامه أن الفانز هم السبب في تغيير السيناريو. أما عن حياة دينيز بايسل الشخصية، في عام 2015 قيل أنها على علاقة بالممثل فوروكان أنديتش، وتم نشر صور عديدة بينهم، ومنها صور في عيد ميلادها وصور تجمعهم هما الاثنين فقط. والممثل فوروكان شارك الممثلة دينيز بايسل في مسلسل عروسات هاري بات،
وهو يعتبر نقلة نوعية في مسيرة فروكان أند ديتش. وقيل أن الممثل فروكان على علاقة بالممثلة ديلان دينيز التي شاركت معه في مسلسل الحفرة، لكن علاقتهم لم تدم سوى أشهر قليلة وبعدها انفصل لأسباب غير معروفة، ولكن المتابعين لاحظوا أنهم انفصل بعد أن حذفت ديلان صور لفروكان عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وأزالت متابعته. وبعد فترة انتشرت أخبار عن علاقة بينه وبين الممثلة عايشة توران بعد تسريب صور لهما تؤكد على الكيمياء الموجودة بينهما، لكن بقيت هذه الأخبار ضمن نطاق الشائعات التي كان سببها عملهما مع بعض في مسلسل مريم. وفي عام 2015 قيل أيضا أن فروكان أند ديتش في علاقة مع الممثلة دينيز بايسل المعروفة بدورها في مسلسل فضيلة خانم وبناتها، وتم نشر العديد من الصور التي تجمعهما، منها صور خلال احتفالها بعيد ميلاده معها. وانتشرت أيضا هذه الأخبار بأن دينيز بايسل قبل زواجها من المغني باري شيورتشو كانت على علاقة حب مع الممثل فروكان أند ديتش، ولكن انفصلوا، ومن أعماله حب في العيلة وعرض دور البطولة على دينيز بايسل ولكنها رفضت. عن زواج دينيز بايسل من المغني باري شيورتشو في حفل أسطوري، فأقيم حفل الزفاف في شاطئ سيسمى مومو، مكان سياحي في منطقة بحر إيجاب تركيا، وحضر أفراد الأسرة والأقارب والأصدقاء للزوجين لحفل الزفاف. وبدأ الزفاف بمجموعة من الأغاني السابقة لباري شيورتشو زوج النجمة التركية دينيز بايسل المعروفة بهذان في مسلسل فضيلة وبناتها. ثم كانت الفقرة الثانية عبارة عن رسام صديق لكل من العروسين، وقام برسم لوحة في إضاءة خافتة مع ترقب لجميع المدعوين ليكتشفوا في الآخر أنها اللوحة عبارة عن صورة للنجمة دينيز بايسل. وأيضا من مفاجأة الحفلة أن باريش قد غنى أغنية من كلماته لأول مرة، وهو كان قد كتب كلماتها خصيصا من أجل حفل زفافه على دينيز بايسل. وقد فاجأ الجميع بهذه الأغنية ومن ضمنهم دينيز بايسل حتى أنها لم تتمالك نفسها وبدأت بتساقط الدموع من عينيها. ويذكر أيضا أن النجمة التركية دينيز بايسل قد غيرت 3 فساتين مختلفة أثناء حفل الزفاف، وقد بدأت إطلالتها مختلفة في كل فستان ارتدته. عند سؤالها عن هذا السبب فعلقت قائلا: إنني أعرف حبيبي منذ 3 أعوام، ولو كنت أعرفه منذ 7 أعوام لكنت ارتديت 7 فساتين مختلفة. وقد لقت هذه التصريحات صدى واسع بين مستخدمي مواقع السوشيال ميديا، حيث من المتوقع أن يصبح موضة ارتداء أكثر من فستان حسب عدد السنين. هذا التقليد منتشر بين الفتيات في حفلات الزفاف القادمة بتركيا. وقامت أيضا دينيز بايسل بوضع فيديو من حفل زفافها معلقة عليه قائلا: يعجز لساني عن التعبير عن مدى روعة وجمال هذا اليوم، وأود أن أشكر كل من ساهم في خروج هذا اليوم بهذا الشكل، أحبكم جميعا. كما أنها غيرت الحال على الانستجرام الخاص بها إلى متزوجة.